بسم الله الرحمن الرحيم. في ناس كتير بعتت سألتني أنت بتتدبّر إزاي؟ يعني إيه الآلية اللي أنت بتتدبّر بيها؟ هي مش آلية، يعني هي ما فيش حاجة، ما فيش نظام معيّن، بس في حاجات معيّنة أنا باعملها لمّا أتدبّر. آآ وطبعًا لازم الأول يبقى في فكرة التدبُّر، إحنا ليه بنتدبّر؟ إحنا بنتدبّر عشان إحنا عايزين نمشي على سمعنا وأطعنا، إحنا جايين نسمع الكلام. وما فيش أحلى من ده كلام طبعًا، ده كلام رب العالمين، وده الكلام اللي هيخلّيك ماشي مضبوط. آآ، فطبعًا التدبُّر هو فكرة إن أنا إزاي آخُد من القرآن وأعكس على حياتي، وأعكس على اللي أنا باشوفه دلوقتي، إزاي يبقى القرآن في العصر بتاعي، إزاي يبقى القرآن مناسب ليومي، إزاي يبقى القرآن هو الاستراتيجية اللي أنا باتحرّك عليها، إزاي القرآن هو يبقى الهدف بتاعي. هو ربنا خلقنا عشان نعبد، مش عشان حاجة تانية، يعني ما خلقكش إن أنت تموّت نَفْسك عشان الفلوس، ما خلقكش إن أنت تموّت نَفْسك عشان ولادك ومراتك دور الضحية ده اللي الإنسان بيعيش فيه وهو أصلًا مضطر، يا حبيبي أنت مش مضطر أصلًا على حاجة، كل حاجة هي تحت سيطرة ربنا، هي الفكرة أنت إزاي تعمل التسليم عشان ربنا يبعت لك كل حاجة، مش معنى كده إن أنت مش هتشتغل، إن أنت مش هتسعى، بس مش هتعبُد الشغل ولا هتعبُد أسباب الرزق ولا هتعبُد الحاجات دي، كل دي أسباب مش هتعبُدها، لكن هتشتغل، لإن ربنا أمرنا بالسعي، وإن سعيه سوف يُرى، وعلى قد مجهودك على قد ما هتاخد. آآ لكن مين اللي بيبعت بقى الرزق؟ مين اللي بيبعت لك اللي أنت عايزه، اللي أنت محتاجه، مين اللي بيبعت لك الحاجات دي؟ ربنا هو اللي بيبعت لك الحاجات دي. فهي الفكرة إن القرآن بيدّيك القدرة على التسليم، إن أنت تسلِّم، بيدّيك الرؤية إن أنت تشوف ما خلف الأسباب، مش الأسباب، مش ده السبب في كذا، ولا ده السبب في كذا. ولا هاعمل كذا عشان السبب الفلاني يرضى عني، مش هاعمل كده. فالقرآن بيدّيك إيه، القدرة على التُقل، أنت تبقى واقف كده وفاهم هي شغّالة إزاي. الدنيا ربنا قال إنها مليانة زينة، زينة يعني إيه، ديكور. عارف لمّا تروح عيد ميلاد معلّقين حاجات كده وفي تورتة وبتاع ويقعدوا يسقّفوا وياكلوا ويشربوا ويتفرّجوا على الزينة، زينة عيد الميلاد. بعد ما الناس بتمشي إيه اللي بيحصل؟ كل ده بيتشال، وبيرجع المكان زي ما كان من غير أي زينة. هي الدنيا كده، كل اللي فيها اللي ممكن يكون عامل لك حالة إبهار، وبتصحى كل يوم عشان أنت عايز الزينة دي، ما ده مش حقيقي أصلًا، كل ده مش حقيقي، فربنا بيقول لك دي زينة، ده ديكور عشان اختبار ليك، ده لنبلونكم اختبار، اختبار، هو اختبار ليك. امتحان، فأنت طبعًا تعمل إيه في الامتحان؟ أنت مش هتعرف بقى تجاوب على الامتحان ده من غير القرآن، ومش هتعرف ت تاخد تحط الإجابات دي وتجاوب صح من غير ما تتدبّر، يعني تتعمّق في المعنى وتاخده وتنزل بيه في حياتك تطبّقه، وكل ما هتطبّق كل ما ربنا يفتح عليك أكتر، فأنت وأنت داخل بتتدبّر بتطلب من العليم الحكيم إن هو يعلّمك ويبقى في إيدك ورقة وقلم. ورقة وقلم ليه؟ الذي علّم بالقلم، القلم آآ عامل زي الكوبري كده، بيفوّت كل المعلومات والبيانات اللي جاية لك من تدبُّرك، من تعمُّقك، من التفاعل مع كتاب الله، بيخلّيك تكتب. أنت كده بتسمع أصوات كتير والأصوات دي بتبقى في حياتك، في يومك كده عادي، لكن وأنت بتتفاعل مع القرآن صوت الشيطان بيبعد خالص، بتبقى كلّها يعني صوت الملائكة، في أصوات فتح بقى جاية لك من فوق، بتسمع حاجات معيّنة،
أنا ما أعرفش يعني، لكن هو أنت بتبقى قاعد بتتدبّر كده في آية وبعدين تقول ييجي لك حاجة كده معيّنة، تسمع صوت معيّن. فأنت محتاج إيه، لازم تصطاد الكلام ده بقلم، تصطاد الكلام ده بقلم. و و وحتى لو قُلت أنا ما باعرفش أكتب، لأ، امسك قلم وورقة واكتب. أصلًا فكرة الكتابة، الكتابة هي تفريغ أصلًا هي بتفرّغ الشحنات الداخلية جوّه النَفْس. أنت رُحت لأي دكتور بيعالج نفسيًا يعني، مع إن أنا عندي مشكلة في النَفْس لا تمرض أصلًا، آآ هتلاقيه بيقول لك اكتب، اكتب. في برامج علاج الإدمان يقول لك إيه، اكتب. الكتابة مهمة جدًا. فطبعًا الكتابة أنا بالنسبة لي في شغلي أنا الكتابة مهمة جدًا. يعني أنا شغلي كُلّه كمبيوتر وكده لكن باحب أكتب بالقلم، لإن القلم حاجة تانية خالص. آآ فطبعًا الكتابة حاجة مهمة، لإن أنت لمّا هييجي لك معلومات معيّنة وكده وأنت بتكتب، الوضع هيبقى مختلف. والكتابة ميزتها إن أنت بعد ما بتخلّص بتقرا اللي أنت كتبته ده، فبتلاقي الموضوع لأ، الموضوع بقى اللي هو فتّح عينك بقى. آآ وأنا بالنسبة لي دايمًا الكتابة باحبها عشان أنا باطلّع منها نظام، لإن أنا دايمًا باحب كل حاجة أسستمها، كل حاجة أعمل لها طُرق حركة معيّنة. فالكتابة بتساعدني إن أنا أقدر أنفّذ الكلام اللي أنا تدبّرته ده. برضه حاجة من الحاجات المهمة وأنت بتتفاعل مع القرآن وبتتدبّر، إن أنت تخُش بدون حُكم مُسبق. ما تقولش أنا سمعت الآية دي في كذا فقال كذا، أو شُفتها في كذا فقال كذا. لأ، أنت عايز أنت مباشرةً مع رب العالمين. هتلاقي كلام صعب، خلّي معاك حاجة تطلّع منها المعاني بتاعة الكلمات. لإن في كلمات ممكن تبقى صعبة، ترجع بقى لجذر الجذور بتاعة الكلمة، تفهم الكلمة، تحطها جوّه الآية، تفهم الآية دي في السياق بتاعها، وتفهم الكلمة، فهتلاقي الموضوع ابتدى إيه، يفتح معاك. آآ ده بالنسبة للكلمات ولو أنت مش فاهم حاجة إزاي تعملها. طبعًا في أوقات أنت بتلاقي آية في القرآن مش معروف هي ليه محطوطة هنا فبتعدّي. في التدبُّر أنت لازم تبدأ تعمل حاجة اسمها السياق. آآ ودي حاجة أنا اتعلّمتها في دورة على يوتيوب اسمها مفاتيح التدبُّر. دي من أوائل الحاجات اللي أنا اتفرّجت عليها، وفتحت مجال ليّا بطريقة واسعة جدًا. يعني عرفت أتدبّر القرآن من مفاتيح التدبُّر اللي أنا اتعلمتها في الدورة دي. فأنصح أي حد إن هو يسيرش على يوتيوب ويدوّر على دورة مفاتيح التدبُّر، آآ ويخُش على إنها course، لإنها هتساعد جدًا، لإنها حاجة تقنية كده. حاجة من الحاجات اللي اتعلمتها من الدورة دي اللي هي السياق، إن أنت ترجع 3 آيات ورا وتطلع 3 آيات قدّام عشان تقدر تحُط الحاجة في السياق بتاعها وتشوف المشهد كامل. فدي حاجة من الحاجات اللي بتفرق في التدبُّر، إن أنت تفهّمك هي ليه الآية دي محطوطة هنا. وما فيش حاجة يعني لغاية دلوقتي ما فيش حاجة مرّيت عليها في القرآن، لأن أنا كنت باسمع الموضوع ده. هي الكلمة دي ليه هنا غريبة، أنا مش فاهم، هي الآية دي ليه طلعت كده مرّة واحدة. فعلًا لمّا ابتديت أتدبّر القرآن ومرّيت بالرحلة دي، أنا لسه ما خلّصتش يعني، أنا لسه في نُص الرحلة يعني. آآ لأ، ما فيش حاجة محطوطة إلا في مكانها، كُلّه منطقي، كُلّه ماشي بمنطقية ووضوح وما فيش يعني مُعجزة، مُعجزة. ما فيش الكلام ده. أنت لمّا بتتدبّر كل الأفكار اللي كانت عندك والأحكام اللي قبل كده عن القرآن كلّها هتروح خالص، لإن أنت هتلاقي نَفْسك قاعد قدّام عظمة. حاجة من الحاجات المهمة في التدبُّر إن أنت تسيب إيدك.
تسيب إيدك، يعني تتوكّل على الله، هو بيحب المتوكّلين، تتوكّل على الله وتسيب إيدك خالص، لإن القرآن هو اللي بيقراك وهو اللي بيحرّكك، مش أنت اللي بتحرّكه، بس لازم يبقى عندك اليقين إن القرآن بيعمل كده بجد، لازم تبقى سايب نَفْسك خالص، سايب نَفْسك لكلام رب العالمين يحرّكك، هو اللي بيقراك، هو اللي بيقراك وبيبدأ يعمل إعادة برمجة ليك. آآ فدي شوية حاجات كده قُلت أشاركها معاكم من خبرتي مع التدبُّر. ولو أنتم عندكم أي أسئلة، أي حاجات معيّنة تحبّوا أتكلّم فيها معاكم، يا ريت تشاركوني في التعليقات، ومش هاقول لكم بقى اشتركوا في القناة ودوسوا like، لأ أنا هاقول لكم اقفلوا القناة وروحوا تدبّروا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.